تشهد مناطق زينة ورتا التي تقع في نقطة التقاء مناطق تواجد القوى الكردستانية الثلاث فكك فدك ينك مزم منتصف شهر نيسان أبريل الماضي تحشيد القوات الحزب الديمقراطي الكردستاني فدك، مما خلق معه حالة من اللا استقرار وزيادة احتمالات التصعيد والخلافات بين القوى الكردستانية. ويمكن وصف هذه التطورات في هذه المرحلة الحساسة بأنها خطيرة للغاية من شأنها أن تتسبب في نجاح مخططات الدولة التركية وسعيها لخلق صراع داخلي كردي. فما يحدث في هذه المناطق لا يخدم المصلحة الوطنية الكردية على الإطلاق، وتتسبب بنسف الجهود المبذولة من أجل الوحدة الوطنية الكردية. تستوجب هذه المرحلة المهمة بكل ما فيها أن يتم تغليب لغة العقل والتفاهم والسمو عن كل الخلافات وعدم إعطاء الفرصة للقوى المعادية وفي مقدمتها الدولة التركية بتحقيق أي مآرب لها ما بين القوى الكردستانية. زينة ورتا محطة اختبار حقيقي لمدى الحرص على المصلحة الوطنية الكردية ومدى الصمود والوعي أمام محاولات تركيا وغيرهم في استهداف الكرد.